هنعمل طاسة البيض التركي حلوة جدا، تنفع غدا وتنفع عشاء، فطار تقيلة، لكن انتوا اعملوها براحتكم، هي سهلة قوي وبسيطة. بصوا بالنسبة لتقديمها، في ناس بتقدمها زي ما هي وفي ناس بتحطها في طبق وتهرسها. يا دوب هتسلق البيض وبعدين هتعملي التحبيشة اللي هي القاعدة اللي بتبقى تحت البيض. فيها كذا حاجة، ممكن حاجات عايزة تضيفيها، حاجات عايزة تستبعديها براحتك، لكن هي حلوة جدا. على فكرة احنا عملناها غدا، يعني ما تعشيناش بيها، تقيلة يعني، انا وجهة نظري شايفاها تقيلة على العشاء، لكن في الغدا حلوة. اتمنى من المشاهدين كل اللي بيشرفوني يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، اختاروا الكل علشان يوصلكوا كل جديد. هاتي طاسة صغيرة، شوفي المقاس اللي انت عايزاه، دي صغيرة مقاس 22 اعتقد او 24. حطي فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة او زيت وزبدة. انزلي فيها ببصلاية برضو حسب حجم الطاسة اللي انت هتستعمليها. دبلي البصلاية، احنا مش بنحمر هنا بس هندبلها. في ناس من الاتراك بيضيفوا توم، انا شايفة ان التوم مع البيض هيعمل حريقة في المعدة، فبلاش التوم، خليه بس بصل. بعد ما بندبل البصل هنضيف هنا حبة طماطم كبيرة. المفترض انا كنت ضفت فلفل اخضر وفلفل احمر، بس للاسف ولا كان عندي ده ولا كان عندي ده، فقلت خلاص كافي بالطماطم. لكن قبل كده انا عملتها كتير قوي، الفلفل طبعا بيغير الطعم جدا. وفي حاجة تاني كمان، ممكن بعد ما بتسوي الطماطم بتضيفي كام زيتونة بتقطعيهم قطع صغيرة، بيديكي طعم حلو جدا جدا. زيتون اخضر عادي، بلاش الاسود، لان الاسود اللي في مصر اصلا كله مسبوغ بصبغة بتاعت شوزات وبيجيب كانسر، فيراعى بلاش الزيتون الاسود اللي موجود في المحلات، الشرايح اللي هو اللي بيحطوه على البيتزا، حتى بتلاقي محلات البيتزا حاطينه على البيتزا من فوق، ده مرض لوحده، يا ريت تستبعدوا يعني الحاجات دي من اكلكم. بعد ما الطماطم دبلت معايا هنا، الطماطم هنا كانت يعني مش ناشفه، لو انت الطماطم بتاعتك ناشفه حطي ربع كوبايه ميه علشان ما تلزقش منك في الطاسه. اهم حاجه الطماطم تبقى طريه. بعد ما طريت معانا كده خلاص واتسبكت، بس هنضيف عليها حبه بهارات صغيره. هنضيف ايه؟ هنضيف ملح، هنضيف فلفل اسود، هنضيف معلقه صغيره بابريكا. الملح هنا براحتكم، شوفي هتضيفي معلقه هتضيفي نص حسب ما بتحبي. الفلفل الاسود انا ضفت نص، البابريكا معلقه صغيره مليانه. الزعتر هضيف نص معلقه زعتر، وهضيف كمان معاها رشه كمون، وهضيف معلقه صغيره كزبره ناشفه، اللي هي الكزبره اليابسه يعني. حابين تضيفوا الحاجات دي براحتكم، حابين تستبعدوا حاجه براحتكم. يعني هي البهارات دي هي دي اللي بتضاف للطاسه بتاعه البيض التركي. بص الطماطم انا نشفت هنا معايا، زودت لها كمان ربع كوبايه ميه، لان انا مش عايزاها ناشفه كده، لازم تبقى جوس شويه كده علشان اعرف افردها في الطاسه وارص عليها البيض. في المرحله دي وانت بتسوي الطماطم مع البصل بتسلقي بيض، شوفي حابه تسلقي 6 بيضات 8 بيضات براحتك زي ما انت حابه، العدد اللي انتوا حابينه. انا هسلق البيض وبعدين بعد ما يبرد خالص هقشره، وبعدين هقطعه انصاف وهرجع هنرصه في الطاسه مع بعض. في خطوة تانية مهمة حابة اقول لكم عليها. الطاسة هنا لما بتحطي فيها الطماطم خليها تبقى النار هادية، بلاش تبقى النار عالية علشان ما تتحرقش معاكي. كده انا قطعت البيض خلاص تمام انصاف كده زي الفل، هرصه بقى في الطاسة معايا. وهرجع واقول تاني، اللي حابب يضيف فلفل اخضر واحمر ضيفه، هي الوصفة اصلا فيها، بس انا اللي ما ضفتش لانه ما فيش عندي. هضيف هنا البيض، رصيه زي الوردة يعني داير ما يدور على الطاسة، وحطي في المنتصف 3 كأنه قلب وردة، بتبقى حلوة جدا. في طبعا اضافات بعدين، في جبنة موتزاريلا، حابة تضيفي ميكس ضيفي، حابة تضيفي شيدر ورومي ضيفي براحتك حسب الموجود عندك وحسب المتوفر، لكن هي الجبنة فيها بتبقى اساس. لكن لو مفيش جبنة خلاص ما تضيفيش، يعني الايام اللي احنا فيها دي مفيش حاجة اسمها اساس ومش اساس بقى، دي ايام ما يعلم بها الا ربنا. فاحنا كده حطينا البيض، لما نضيف الجبنه الموتزاريلا بقى بتوطي النار خالص خالص وبتغطي الطاسه، ليه؟ علشان السخونه اللي بتطلع تسيح لنا الجبنه الموتزاريلا. هم بيحطوا كميه جبنه موتزاريلا عبيطه، انا مش هحط كده، انا هحط حبه صغيره مش كتير. وبعد ما بتستوي بنرش عليها حبه بابريكا صغيره، او قبل ما تضيف الجبنه براحتك، وبنكسر اللون بحبه بقدونس وخلاص، واكله وخلصت وجميله وسهله وحلوه جدا. انا حطيت البابريكا هنا، بعدين هضيف الجبنه الموتزاريلا على طول. هنضيف هنا الجبنة الموتزاريلا أي نوعية متوفرة عندك، مفيش أنواع محددة يعني. ضيف الجبنة كده خلاص. على فكرة في ناس بتحب تضيف حبة البركة، لو انت حابة تضيفي ضيفي، بس أنا مش مرشحاها. ليه؟
حبة البركة هتفرز الزيوت اللي فيها، الزيوت مع البيض برضو هتعمل حموضة وحريقة لا تطاق في المعدة، فهنستبعد برضو دي. في حاجات كتير هتزود الحموضة مع البيض فنستبعدها، التوم نستبعده، حبة البركة نستبعدها، دول مش هينفعوا مع البيض، هو اصلا كده لوحده بيعمل يعني بسيط حموضة. علشان كده الاتراك بيشربوا اللي هو حاجة اسمها لبن عيران. لبن عيران ده عامل زي ايه، زي اسمه ايه، زي اللبن الرايب عندنا، بحيث ما يعملهمش حموضة، لان الاكلات دي معروفة يعني طاسة البيض معروفة بتعمل حموضة. فيفضل ممكن تاكلي معاها كوباية زبادي يفضل، او تاكلي بعدها. وبعد ما بنضيف الجبنة بنوطي النار خالص زي ما قلت، وبنغطي الطاسة. هقول لكم حاجة تاني، يعني تبعدي بيها الحموضة عن معدتك، يفضل بلاش تشربوا شاي بعدها، يعني بعدها بنص ساعة لا، اشربيه بعدها بساعة. لو انت شربت الشاي بعدها بنص ساعة هيقلب معاكي بحموضة فظيعة. الحاجات دي كلها انا عدت عليها مجربها، علشان كده بقول لكم الشاي ما يتشربش بعديه بنص ساعة، بعديه يا جماعة بساعة، ساعة ونص، ساعتين، لكن نص لا. يعني استبعدي المشروبات دي. حابة تاكلي مثلا حبة خيار بعدها، الخيار حلو هيرطب على المعدة ومش هيعمل لك حموضة. دي الحاجات اللي انا انصحكم بيها. كده الجبنة معايا بتسيح خلاص وهتبقى حلوة جدا. نكسر اللون بحبة بقدونس وخلاص خلصنا. ما تنسوش تشربوا المية الدافية بالليمون الصبح، تشربوا شاي اخضر، تشربوا جنزبيل، المشروبات دي كلها حلوة جدا. تشربوا مية دافية قبل الاكل. تشربوا المفترض قبل ما تنامي تشربوا ميه. انا عارفه ان الحمام بيبقى كتير بالليل، بس المفروض قبل ما تنامي بتشربي كوبايه ميه. بعد الاكل بساعه، وسط الاكل الميه بتعمل كرش. هو بس كده، وده كان شكل الطاسه بتاعتنا. اعملوها حلوه جدا، بسيطه وسهله ومش بتاخد وقت اطلاقا.